هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ تسأل تقول: طهرت قبل صلاة الفجر، هل تلزمني صلاة المغرب والعشاء؟ هذه محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنها إذا طهرت بعد نصف الليل لا يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه مسلم: صلاة العشاء إلى نصف الليل. ومن العلماء من يرى أنها إذا طهرت قبل الفجر يلزمها، لأن العشاء يمتد وقت الضرورة فيه إلى وقت الفجر. ثم أيضا هل يقضي العشاء فقط أو يقضي العشاء والمغرب؟ خلاف بين العلماء. والصحابة رضي الله عنهم يروى عن بعضهم قول بأنه تقضي المغرب مع العشاء لأنه يجمع إليها، ويرى بعض المحققين أنها لا تقضي إلا العشاء لأنها وقت المغرب كانت معذورة، انتهى وقت المغرب وهي معذورة، لا تجب عليها الصلاة، فلا يجب عليها قضاؤها. نعم.